سمعت فيديو للشيخ الشعراوي من فترة بيتكلم عن علاقة الزواج أو الزوج بزوجته. بيقول في إيه بقى؟ بيقول إن ربنا ما سماش عقد الإيمان اللي بينه وبين العبد بالميثاق الغليظ، إنما سمى الارتباط بين الراجل ومراته ميثاق غليظ. ما توصفش ميثاق بالغلظة أبداً إلا في علاقة الجواز. وبيقول للراجل إيه بقى؟ وإنت بقى اختشي وعوضها عن أبوها وعن أمها وعن إخواتها. اوعى بقى تاخدك العزة والجلالة والتكبر. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيدخل على أهل بيته ويلاقيهم بيعملوا أي حاجة كان لازم يساعدهم ويمد إيده كده ويقعد على الأرض جنبهم ويساعد. وراح مكمل وقال: تصور بقى كده الراجل يخش على أهل بيته، يرجع من شغله ويقلع الجاكيتة بتاعته ويشوف الست فين، لقاها في المطبخ، يشوفها بتعمل إيه ويقعد يتكلم معاها، ولو قادر يساعد وعنده وقت يساعد. شوف بقى الحياة وقتها هتكون عاملة إزاي.